السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بالخير. الحقيقة الكلام تبعنا فيه الدكتور بن سفران جزاه الله خير، ولا نقول إلا نشكر الدواسة وبيض الله وجيههم على استقبالهم وعلى ضيافتهم، ومهما قلت فيهم أنا فأنا شهادتي فيهم مجروحة، لأني غالي عندي وانسباد، وسعدوا الله من ناسبهم وسعدوا الله من ناسبهم، وأنا بقول ما شاء الله على عمري بعد الأمر عمري بعد. وما القصيد وايد، لكن أنا قلت لي قصيدة هي أغلى رجل اللي هو الملك عبد الله بن عبد العزيز، الله يشفيه إن شاء الله ويمتع إن شاء الله بالعافية والصحة ويعودها علينا إن شاء الله سالم وغانم. والقصيدة من جزء قصيد، لكن القصيدة لها مناسبة حصلت بيني وبينه نقاش. القصيدة مبايعة، تعرفون ظروف الحكام صعب ان الواحد يدخل عليهم ما يسوون، وحاولت ادخل ومرت سنة الأولى وانتصفت السنة الثانية، وحصلت يعني تلقى وتروني يسمع ودخلني عليه وهو في الروضة. جيت طال عمرك كان فيه رجل يقدم القصيدة من جهة القصيدة يعني، ويمكنها بعد من هذا القصيد، لكن الشاهد الكلام انه هو اللي حل القصيدة شوي. وكان المقدم اللي يقدم القصيد كل ما جاء شاعر يعرف مع قصيدته وش عنده وش ذا، فجاء وقال الشاعر فلان معه قصيدة مبايعة، واسمعه يتكلم مع الشعار اللي قدامه، كل ما جاء شاعر يتكلم معه ويضحك معه، ما ادري شو يقول، انا ما ادري وش يقول. المهم جاء الدور عليه، عرفت ان الدور اللي جايين عليه، لكن ما ادري وش بيقول يعني. تقدم طال عمرك وعرف هذا الشخص الموظف بالتعريف عن الشعار، وقال فلان من فلان من القبيله الفلانيه وعندي قصيدة مبايعة. ضحك وقال تأخرت. يوم قال طال عمرك والله ما ادري انا، ما ادري من جناب على العلم. كان عنده ضيوف، عنده ناس من كل دين. قلت يا طويل العمر والله ما يملك حكمتني احاول اجيك ولا قدرت اجيك. لا والله يا اخي بلش وبلشني. قال تعرف اللي يربك هو الحين عاد. قلت والله يا طويل، سكت شوي. قلت يا طويل العمر ما هي بعادة البلاسة. حط اسمه على فمه ضحك. المهم القصيدة طال عمرك أعمار الجميع. يا سلام الله سلام من الملوك بديبه، من هجوس تحب هذا ملوكها يامرها، السلام بدايتي والشرع يامر نيبه، منهج الدين الحنيف وسنة نظهرها، يا الله يا عالم مقادير الزمان وغيبه، يا إله تخلق الأرواح وتسيرها، يا كريم ويا سميع من دعاك تجيبه، رافع 7 السماوات العلا ساترها، تحفظ الإله دعانا كلنا ندعي به، يا الله لا تغضب نفوس الناس وتكدرها، يحفظ الله سيفنا اللي في اللقى نازيبه، سيفنا اللي ينطح العدوان ويدمرها، الملك اللي حباه الله بعز وهيبه، هيبته تخضع لها الأسياد ما يامرها، الملك اللي ملك رسل ملوك بطيبه، حكمته كل يبيها مير من قادرها. سيدي بستاذنك في موجز بحسيبه، النفوس منزع المحمر نموشرها، من اهل التضليل واهل الكفر واهل الخيبه، شله تستدرج الجهال وتغررها، الكلام احيان طيب والسكوت مصيبه، يجب النفس ركموم الثوب وشمرها، ضد مقامه عواصف الفتن توميبه، الفتن واهل الفتن ندعس على صبرها، كلنا يا سيدي لك من ولد الشيبه، ما نخون ملوكنا اول مجدها واخرها، بالولاء والسمع والطاعه على ترتيبه، للملوك اللي على شرع الله الناصرها، الولاء ما فيه لا شتشه ولا بهريبه، بيعه المهيب بيعه واحد ينسرها، الولا ما فيه لا شتشه ولا بهريبه، بيعه المهيب بيعه واحد ينسرها، الولا من جدي ومن ابوي والصنيبه، بيعه من ماضي اسلافي وانا اكررها، شاعر روحي ومملك دوك ضحيبه، وامر احبابي على طاعتك وابصرها، من سبيع ونشتري عزتك باللهيبه، كل قوم جاك باللي عندها شاعرها. كفو عليكم زود. من سبيع ونشتري عزتك باللهيبه، كل قوم جاك باللي عندها شاعرها، سيدي عبد الله اللي يحبنا يدريبه، والمحبه ورث كابر قوم عن كابرها، سيدي حب الصحيب اللي يحب صحيبه، والقلوب اللي خفاياها على ظهرها، سيدي
لا شفت طلت وجهك حيبة وتخير في بيوت الشعر وسطرها، جعلت سبد ما تحبك يا عسى هذيبة، لأن تبس كل ابوها لا رح مخيرها، يا قمر مكة وبيت الله وكوكب طيبة، يذرى الإسلام والسنة ويا ناصرها. وسلامتكم. وفي قصيدة طال عمرك بستاذن بس السامعين. مجهز وبيبرد والناس باقي يعني ما انعدمت، باقي مشاركة لك ومشاركة للشيخ طلال وولد الشيخ طلال وظافر والعرض. سيكون هناك استكمال لفقرات الحفل بعد. نقول تفضلوا تفضلوا مرحبا مرحبا تفضلوا مرحبا مرحبا مرحبا.